شوط اول اهلاوي بنسبة مليار في المية، ما تقدرش تتكلم وتقول اي حاجة. الاهلي نزل اول دقيقة هوب خد واحد على طول. اول دقيقة حسين الشحات فاهم اللي هو بقى ايه، ريح بالك وطمن قلبك وريح ظهرك كده واركن عمنا. فاهم انا نازل اركب الماتش، جيبوا جون يا جدعان في الاول كده عشان نرتاح. وفعلا ده حصل. الشحات جاب الجول يا باشا، الدنيا هدت، الاهلي مسك كورة. لا ايه ده، الاهلي فعلا فعلا بجد والله العظيم ثلاثة لعيبة الاهلي النهارده. ايه ده ايه يا جدعان، برغم الاخطاء اللي بيعملوها، برغم الاخطاء الفرديه اللي موجوده، لكن الشكل والتنظيم بتاع النادي الاهلي النهارده عالمي يا كولر. التنظيم وان هو يطلع الكرة من رجله بشكل كويس، ان هو يطلع الكرة بشكل صح. قرب المسافات ما بين اللعيبة، كل لاعب لما بيلاقي الكرة في رجليه بيلاقي 2 أو 3 لعيبة حواليه عشان يلعب لهم الكرة، فاتحين له الملعب، مسهلين عليه الدنيا. ما بيستناش لحد لما يتضغط. شغل حلو وحلو قوي كمان، وقادر ان انت تمسك كورة وتلعب بأريحية على الزمالك لحد ما بيجي الشحات ويجيب الجون التاني. محمد صبحي ما بيقدرش ان هو يتعامل مع الكورة، بس حسين الشحات النهاردة نجم من نجوم الماتش. الحتة بتاعت شدة التيشيرت دي يعني ما اعتقدش انها ترتقي ان هي تكون ضربة جزاء بصراحة. يعني علولو اسرع ديليفري في مصر اللي النهاردة بيكمل مسيرة حسين الشحات، وهدف من مسافة من بره ال 18، هدف حلو برضه. الاهلي النهاردة بيلعب، لا بجد والله الاهلي النهاردة بيلعب. بغض النظر بقى عن اخطاء مين، عن اخطاء واحد زي محمد فخري. محمد فخري كده تلاقيه دقيقتين 3 ماشي كويس، وقام جاي دقيقتين 3 ايه عكها. ديانج برضو لو ما لعبش الكرة وطلعها من رجله بسرعة بيقع في اخطاء غريبه. تقريبا بيفقد احساسه بالمكان اللي هو فيه، وبيفقد احساسه هو انا ورايا حد، انا جاي حد يضغط عليا ولا لا، ايه يا جدعان مالكوا فيه ايه. فديانج اللقطه الحلوه اللي تيجي تشوفها منه لما بيستلم الكوره ويقوم مطلعها على طول. وخليني اقول لك على رقم، في وقت من الاوقات في الماتش الاستحواذ بتاع الاهلي كان 64%. فشوط اول ملخصه تفوق كبير جدا جدا ومستحق للنادي الاهلي. ولو جيت بصيت على نادي الزمالك فانت هتلاقي نادي الزمالك ما هوش قادر ان هو يمسك الكوره، ما هوش قادر ان هو يلعب الكوره زي ما كان بيلعبها على فرق تانية، مثلا زي ما كنت بتشوفه في ماتش المقاولين مثلا. مش شايفه ان هو قادر يعمل اللي كان بيعمله في ماتش فيوتشر. الاهلي محجم نادي الزمالك في الملعب، زائد ان انت بتشوف واحد زي زيزو تاني هدافين الدوري بيلعب في مكان مش هيعمل لك منه خطوره. يعني انت شفته في لقطه ولا لقطتين مش موجود. ليه موجود في مكان مش في مكان اللي هو يعمل لك منه خطوره؟ ازاي زيزو موجود في نص الملعب اكتر ما هو موجود في الهجوم؟ ازاي زيزو مش موجود في الطرف؟ وهنستنى في الشوط الثاني عشان نشوف اسوريو هيعمل ايه. الشوط الثاني بدأ ومعاه كده بسم الله الرحمن الرحيم 4 تغييرات لنادي الزمالك: رؤى وعمرو السيسي وعمر جابر ومحمد طارق، عشان اسوريو يحول الخطه ويرجع يلعب بالخطه المعتاده، وكل لاعب يلعب في مركزه مرتاح والدنيا تبقى سهله وبسيطه. اما لعيبه النادي الاهلي فكانت نازله الشوط الثاني حاصل عندها تراخي بشكل كبير جدا، وده المعتاد من لعيبه الاهلي. لعيبه الزمالك بتستغل التراخي ده وقدروا ان هم يقفوا على رجلهم، وابتدى نادي الزمالك يروح ناحيه محمد الشناوي، والزمالك يجي له ضربه جزاء ويخش زيزو عشان يحرز الهدف الاول لنادي الزمالك. وبالمناسبة هي ضربة جزاء واضحة وصريحة، وتبقى كداب لو قلت غير كده، والهدف ده يكون انذار ويكون سبب في ان لعيبة الاهلي تبتدي تفوق تاني، تمسك كورة على نادي الزمالك تاني، والماتش يفضل ماشي بنتيجة ال3-1. وكولر يعمل 5 تبديلات: كوكا ورامي ربيعة وكريستو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف. ولعيبة الزمالك بعد محاولات كتير ما كانش فيه منها رجا، تحس ان هم فقدوا الامل. النادي الاهلي وفي اواخر الشوط الثاني قدر ان هو يستغل الفرصة. محمد هاني بيلعب الكرة لديانج، ديانج بيعرضها لمحمد شريف، محمد شريف من لمسه واحده الهدف الرابع عشان ينهي المباراه. محمد شريف اللي تقدر تقول عليه ان هو قاعد في الاهلي بس عشان يجيب الجول في الزمالك، هو كل ماتش زمالك انت تنزله ينزل يجيب لك جون وبارك اللهم فيما رزق. الاهلي استحق ان هو يكسب بالنتيجه دي. الاهلي في الشوط الاول كان متسيد الموقف تماما، حسين الشحات سدد تسديدتين على المرمى هم الجونين. والحلو في الماتش ان ما كانش فيه اخطاء تحكيميه او اخطاء جدليه ممكن نقعدوا نتكلموا فيها: انا ليا ضربه جزاء ما اتحسبتش، انا ليا فاول، انا ليا طرد، انا ما كانش فيه الكلام ده. الحلو برضو في الماتش انه ما حصلش الخناقات المعتاده بتاعت كل ماتش قمه. وفي النهايه الف مبروك للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي.